السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بصحة وعافية وخير. زي ما انتم شايفين احنا في الصيف، وشهر 8 وشهر 9 ده بيبقى الجو فيه يعني يكاد يكون نار. فعايزين حاجة كده تطري على قلوبنا بقى، فأسهل حاجة ممكن تعمليها تعملي جيلي بالمهلبية. ممكن تعملي جيلي فراولة، جيلي مانجا، اي نوع جيلي انت بتحبيه او ولادك بيفضلوه اعمليه. بس انا بفضل جيلي الفراولة عشان خاطر اللون بيبقى واضح قوي مع جيلي مع المهلبية. من اسهل ما يمكن الطريقة. هنشوف المقادير بتاعتنا وهنشوف الحاجة سهلة وبسيطة، وياريت في الصيف ده يبقى عندك حاجة في التلاجة زي كده عشان خاطر ولادك اللي بيجي من تدريبه اللي بيجي من دروسه. طبعا احنا يعني خلاص بدأنا دروس من شهر 8، يا رب يجعله عام دراسي سعيد. وبالمناسبة انا هنزل لكم فيديو حلو جدا بمناسبة دخول المدارس عشان خاطر سندوتشات المدارس. مجموعة من السندوتشات هتعجبك جدا وهتشوفي فيها يعني كذا طريقة، اللي يعجبك فيها اعمليه. المهم يعني هنرجع بقى للفيديو بتاعنا. زي ما انت شايفة كده ده الجيلي بالفراولة، جيلي بالفراولة وجيلي كمان وبالمهلبية. وهنشوف الطريقة. معايا مقدار كيلو من اللبن. كيلو من اللبن. انا الاول هبتدي اعمل المهلبية الطبقة اللي تحت. هحط حوالي 4 معالق من النشا. وهنا اللبن عندي بيغلي. هحط له هضيف له بس 5 معالق من السكر عشان انا مش عايزه المهلبيه تبقى يعني مسكره قوي. هدوب معايا النشا زي ما انت شايفه كده بمقدار من الميه بسيط، او لبن بس ما يكونش لبن سخن. هفضل ادوب بقى في النشا كده لحد ما تدوب معايا خالص، وبعد كده هنزل عليه على اللبن اللي بيغلي سرسوب بسيط. بس قبل ما هنزل بالنشا هحلي اللبن الاول. وزي ما قلت لك هتضيفي السكر، والسكر على حسب رغبتك انت، عايزه تضيفي اكتر من 5 معالق براحتك. بس انا ال5 معالق كانوا معايا بصراحه. كان المهلبيه كان طعمها حلو وكانت مقبوله، يعني عارفه انت ما بتزهقيش منها وكده. هدوب السكر زي ما انت شايفه كده، وهيبقى معايا النشا جاهز، وهبتدي انزل بقى بيه سرسوب زي ما انت شايفه. هتفضلي بقى تتواصلي مع التقليب ده عشان خاطر النشا ما تجرمسش منك او ما تمسكش وتقفش وما تعرفيش تتعاملي معاها بعد كده. شايفه كان القوام بتاعها سلس وحلو، يعني ما كنتش متقلاها قوي وما كنتش مخففاها قوي. طبعا على ما هتبرد هتجمد معاكي وهتبقى السمك اللي انت محتاجاه. حطيت كمان معلقه من الزبده، ولو معاكي من السمنه لو عندك زبده حطي مكعب. هنا بقى سبت المهلبيه لحد ما هديت معايا بسيط كده يعني، وبعد كده هصبها في الاطباق. دي الطبقه الاولى اللي هتبقى تحت الجيلي. هسيبها لما تتلج وبعد كده هرجع اعمل الجيلي بتاعي. ما تحطيش الجيلي على المهلبيه لحد ما المهلبيه تمسك معاكي عشان خاطر الدنيا ما تسحش مع بعضيها وتبص تلاقي الدنيا باظت. هصب القوالب زي ما انت شايفه كده، وهدخلها التلاجة لحد ما احس خلاص ان هي مسكت معايا. وبعد كده هبتدي اعمل الجيلي بتاعي. هحط ايه بقى في الجيلي؟ معايا كيسين من الجيلي، علبتين يعني. هحط لكل كيس لكل كيس من الجيلي مج من المية السخنة. بعد كده هحط مج ونص من المية الساقعة. كانت المية الساقعة بقى. عايزه تضيفي سكر لو انت حاسه ان الدنيا، لان انا الجيلي عندي كنت حاسه السكر بتاعه قليل قوي. عايزه تضيفي معلقه سكر في الفتره اللي انت بتقلبي فيها دي ضيفي. يفضل كمان انك انت تشيلي الرغوه اللي على الجيلي دي عشان خاطر ما يعملش معاكي كده ريمه كده على الجيلي. كده بقى كانت المهلبيه مسكت معايا وخلاص. كده بقى انا هضيف الجيلي وهدخله التلاجة. الجيلي بيقعد فتره على ما بيفش، يعني من حوالي من 6 ساعات ل8 ساعات على ما تضطري تمسكيه كده ويبقى الدنيا مظبوطه معاكي. عايزه تبيتيه ليله بقى كامله بيبقى الطبقه حلوه وماسكه نفسها قوي. هنا كان الفيديو بتاعي اوشك على الانتهاء. اشوفكم على خير فيديوهات تاني اجمل واحسن، ويا رب ما تنسيش اللايك والشير وتفعيل الجرس لمحبتنا في اكلتنا. وبالف هنا على قلوبكم يا رب، وحاجه كده بقى رطبه ترطب على قلوبنا في الحر اللي احنا فيه ده. اشوفكم على خير، مع الف مليون سلامه.